المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: خفض نسبة وفيات الملاريا إلى الصفر في الإقليم الجنوبي. اجتماع لبحث مشاركة المرأة في التنمية في القاشبركة. إجراء انتخابات لجان الصلح في دقي. واشنطن وكابول تصران على حوار بين الأفغان. سفينتان حربيتان أمريكيتان تبحران في مضيق تايوان. عشرات القتلى في سيول وانهيارات أرضية في أندونيسيا. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن الاجتماع الذي عقد في مدينة مندفرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا عن خفض الإصابة بالملاريا بنسبة 50% مقارنة مع العام الفائت، وخفض وفيات الملاريا لمستوى الصفر في الإقليم الجنوبي. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الدكتور أمانيل محرت آب أن جهود سنوات الاستغلال أثمرت عن انخفاض كبير للملاريا ووفياتها، ويتطلب مواصلة الجهود لاستئصالها. من جانبه أوضح مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبت أن الملاريا لها تأثير صحي واقتصادي واجتماعي كبير، داعيا المواطنين للعمل في مناطقهم لتنظيف البيئة لإنجاح برنامج المكافحة. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم القاشبركة اجتماعا لتعزيز مشاركة المرأة في برامج التنمية. وهدفت الاجتماعات التي عقدت في مديريات كركبت وسلعة وفورتساوا وهيكوتا وغونية وأقردات إلى تعزيز دور واستفادة المرأة، وبحثت المبادرات الموجودة مساهمة المرأة عامة والمرأة الشابة خاصة في النضال الجاري لبناء الوطن الذي تعيش فيه الأجيال بسلام واستقرار، والاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة لتطوير أنفسهن. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد في إقليم القاشبركة السيدة يحدقا يوهنس المشاركة القوية للمرأة في برامج التنمية والتصدي السابقة، معربة عن أملها في تكرار ذلك في المرحلة الجديدة. وقالت أن على المرأة وخاصة الشابة في المناطق النائية تقوية التأطير لتخطي التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضغوطات العادات والتقاليد والاستفادة من برامج التنمية. وأكدت المشاركات على جاهزيتهن، داعيات لمواصلة سمينارات التوعية. جرت في 10 ضواحي بمديرية الدقي انتخابات لجان الصلح التابعة للمحاكم الأهلية. وجرت الانتخابات في ضواحي تكريريت وعد إبراهيم وحشاكيتو وجميل وكيرو وهواشايت وأفنبول ولوكيج وغرجناي وعد شيخ الأمين، وانتخب فيها 38 شخص بينهم 14 امرأة. وأوضح مدير مديرية دقي السيد حمد إيلا أن أنشطة التوعية المسبقة ساهمت في نجاح الانتخابات، مشيدا بالمشاركة الواسعة للمواطنين. ودعا أعضاء لجان الصلح المنتخبون للعمل بإخلاص، ودعا لتعاون المواطنين معهم. اندلع حريق في قابة محكلاي بضاحية منقولة في مديرية قلوج استمر ل5 أيام، محدثا دمارا في الغابات والحشائش، وتسبب في هرب الحيوانات البرية. وأوضح مدير ضاحية منقولة سيد محمد كشا علي أن المنطقة تتميز بالغابات والحشائش الكثيفة، وهي ملائمة للماشية والحيوانات البرية، وقد تضرر الغطاء النباتي بسبب الحريق. وقال مشرف الغابات في الضاحية السيد صالح عثمان أنهم يقومون باستمرار بتنوير المزارعين والرعاة لتوخي الحذر وحماية الغابات، داعيا لتعزيز دور المجتمع للحد من الحرائق نتيجة الإهمال. تجدر الإشارة إلى أن عقاب السجائر وعدم إطفاء النيران واحتكاك الأخشاب يتسبب في حرائق مماثلة على الدوام في مختلف مناطق إقليم القاشبركة. دعا سكان ضاحية حواقو بمديرية أقردات للإسراع في صيانة مشروع مياه الشرب الصالحة. وأوضح السكان أن المشكلة نجمت عن تعطل أجهزة الطاقة الشمسية، ويضطرون للذهاب بعيدا لجلب المياه غير الصالحة التي تؤثر على صحتهم. وذكر مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية سيد زر أبروخ عقبة سلاسي أن الصيانة تأخرت لكونها أكبر من مقدرات المديرية، وقد تم حاليا جلب قطع الغيار ويجري العمل للصيانة في أقرب وقت.
وتبعد ضاحية حواجو التي تكونت نتيجة تجميع 3000 من السكان عام 2003 تبعد مسافة 30 كيلومترا إلى الشمال من مدينة أقردات. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت الرئاسة الأفغانية في بيان لها أن واشنطن وكابول تصران على ضرورة إجراء حوار بين الأفغان، وذلك بعد محادثات أجراها مبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلماي خليل زادة مع الرئيس أشرف غني. وتأتي زيارة خليل زادة في إطار جولة في المنطقة، وسيتوجه بعد كابول إلى قطر التي تستضيف المحادثات بين الأمريكيين وحركة طالبان. وبدأت الولايات المتحدة الصيف الماضي محادثات مع المتمردين الإسلاميين الذين يرفضون التحاور مع الحكومة الأفغانية التي يعتبرونها دمية بأيدي الأمريكيين. وصرحت الولايات المتحدة الجمعة أنها متفقة مع الصين وروسيا على نقطة أساسية في مفاوضات السلام حول أفغانستان، وهي انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد. وتنظم أفغانستان اعتبارا من اليوم الاثنين اجتماعات للمجلس الكبير اللويا جيرجا، والذي سيناقش فيه موفدون من جميع أنحاء البلاد الحرب وجهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان. قال الجيش الأمريكي أنه أرسل سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان في وقت تزيد فيه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الحركة في الممر المائي الاستراتيجي رغم معارضة الصين. ومن شأن التحرك أن يزيد التوترات مع الصين، ولكن من المرجح أن تراه تايوان دليلا على دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب وسط تصاعد الخلافات بين تايبيه وبكين. وتمثل تايوان إحدى نقاط الخلاف المتزايدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا الحرب التجارية والعقوبات الأمريكية وموقف الصين العسكري في بحر الصين الجنوبي، حيث تجري الولايات المتحدة دوريات للتأكيد على حرية الملاحة. وقالت وزارة الدفاع في تايوان أن السفينتين الأمريكيتين أبحرتا شمالا عبر المضيق. ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون بالمساعدة في تزويد الجزيرة بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها. قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أن انهيارات أرضية وسيولا وقعت بسبب هطول أمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل 31 شخص على الأقل، فيما لجأ الآلاف لمراكز الإيواء وسط مخاوف من انتشار الأمراض. وأضافت الوكالة أن أكثر من 10 أشخاص في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة على أقليم بنجوكول الذي يقع جنوب غرب جزيرة سومطرة، ولحقت أضرار بمئات المباني إضافة إلى الطرق والجسور، فيما عزلت الانهيارات الأرضية منطقتين على الرغم من انحسار مياه السيول في بعض المناطق. ويحتاج القرويون المشردون بسبب السيول والانهيارات الأرضية إلى خيام وقوارب وغذاء ومياه، كما يتطلب بناء جسور مؤقتة الاستعانة بمعدات ثقيلة. وحذرت السلطات من احتمال انتشار الأمراض بسبب نقص المياه النظيفة. قامت فرقة موسيقية مؤلفة من 3 روبوتات وتحمل اسم موجا بالعزف على عدة آلات موسيقية صينية، حيث تمايلوا مع الموسيقى الجميلة على المسرح. واستمتع طلاب من جامعة سينغهوا بعرض مسرحية موسيقية خاصة تسرد قصة طالب اخترع روبوتا موسيقيا في مختبر وواجه العديد من التحديات، وقام بعرض المسرحية الموسيقية ممثلون من البشر والروبوتات. وتم تطوير فرقة روبوتات الموسيقى من قبل أساتذة وطلاب من جامعة سينغهوا، علاوة على فرقة رواد أعمال من خريجي جامعة سينغهوا. ويتمتع المطورون بمهارات مختلفة، إذ بينهم من يستطيعون التحكم في روبوتات، وخبراء في التفاعل، وفنانون في النحت، وفنانون للوسائل الإعلامية الجديدة، وخبراء مسرح وموسيقيون. نظيفة. وبالخسارة في مباراة خاض المدفعجية أكثر من نصفها ب10 لاعبين بعد طرد الظهير الأيمن أينسلي مايتلاند
في الشوط الأول لنيله بطاقتين صفراوين. تجمد رصيد الفريق اللندني عند 66 نقطة في المركز الخامس. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.